السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة جديدة. فتح القائمون على الحرم المكي المقدس أبواب المسجد الحرام أمام أول دفعة من المعتمرين ستؤدي المناسك بعد توقف استمر قرابة 7 أشهر بسبب فيروس كورونا الذي تسبب بإغلاقات واسعة على مستوى العالم. ووسط أنظار مئات ملايين المسلمين من جميع أنحاء العالم، بدأ أول 1000 معتمر من السعوديين والمقيمين في المملكة أداء مناسك العمرة خلال 3 ساعات فقط، هي المدة الممنوحة لكل دفعة من أصل 6 دفعات ستؤدي مناسك العمرة في اليوم ذاته. وتكفي الساعات الثلاث لأداء مناسك العمرة القصيرة، والتي تعتمد بشكل رئيس على الطواف حول الكعبة المشرفة، على خلاف مناسك الحج التي تحتاج لأيام حتى إتمامها بشكل كامل. ونشرت وزارة الحج والعمرة صور ومقاطع فيديو لأول دفعة من المعتمرين، وقد ظهر فيها رجال ونساء يطوفون حول الكعبة المشرفة. وسيستمر استقبال 6000 معتمر في اليوم بالحرم المكي، وهو رقم يشكل 30% من طاقة الحرم المكي الشريف الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، فيما سترافق فرق طبية المعتمرين في طوافهم وسط التزام بشروط التباعد. ويقول القائمون على استقبال المعتمرين إنه لن يتم السماح لأحد بأداء العمرة إلا بعد التسجيل على تطبيق اعتمرنا للتأكد من خلوه من فيروس كورونا، فيما ستقتصر أعمار من سيسمح لهم بالعمرة بين 18 إلى 65 سنة. ومن المقرر أن تزيد السعودية عدد المعتمرين يوم 18 أكتوبر تشرين الأول الجاري، بحيث يصل العدد إلى 75% من طاقة الحرم المكي التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، أي 15,000 معتمر في اليوم و40,000 مصلي في اليوم. كما سيتم استقبال الزوار والمصلين بنسبة 75% أيضا من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للروضة الشريفة في المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. ويوم 1 نوفمبر تشرين الثانية المقبل سيتم السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للجميع من داخل وخارج السعودية، حيث سيتم استقبال المعتمرين من خارج المملكة لأول مرة منذ تعليق العمرة في مارس آذار الماضي. وسيستمر العمل بذلك حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر. وسيكون هناك قيود على عدد المعتمرين في تلك المرحلة أيضا، حيث سيتم استقبال المعتمرين بكامل طاقة الحرم المكي التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، حيث سيكون قرابة 20,000 معتمر في اليوم و60,000 مصل باليوم، وبنسبة 100% كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد النبوي. وتقول وزارة الداخلية السعودية إن قدوم المعتمرين والزوار من خارج المملكة سيكون بشكل تدريجي، ومن الدول التي تقرر وزارة الصحة عدم وجود مخاطر صحية فيها تتعلق بجائحة كورونا، ولم يتم تحديد أي دولة لحد الآن. وتقول السعودية إن عودة العمرة والصلوات في الحرمين الشريفين بشكل كامل وبنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمسجد الحرام والمسجد النبوي ستكون عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة. ونظمت السعودية هذا العام موسم حج استثنائيا بسبب فيروس كورونا، حيث قصرت أداء الفريضة على عدد محدود جدا من حجاج الداخل، بعد أن كانت المشاعر المقدسة تستقبل قرابة 2.5 مليون حاج من مختلف دول العالم. وقبل ظهور فيروس كورونا بدأ عدد المعتمرين القادمين من الخارج يزيد سنويا ليصل إلى قرابة 8 ملايين معتمر العام الماضي، مع خطط المملكة التي تستهدف استقبال 30 مليون معتمر في 2030. آلاف البلاغات تلقتها هيئة الزكاة في السعودية عن التهرب الضريبي يتم التعامل معها بسرعة تامة دون الإفصاح عن هوية المبلغين. ويرى الخبراء أن البلاغات التي تلقتها الهيئة وعملية مواجهة التهرب الضريبي تساهم بتحصيل المليارات للخزينة السعودية. وكان محافظ هيئة الزكاة والدخل المهندس سهيل أبنمي أكد أنه سيتم إعداد تقرير خلال الفترة القريبة القادمة عن البلاغات المقدمة من الأفراد المختصة بالتهرب الضريبي، بعد أن استقبلت الهيئة آلاف البلاغات خلال الفترة الماضية، ويتم التعامل معها بسرية تامة دون الإفصاح عن هوية المبلغين، ويتم التحقق من صحة البلاغ، وفي حال ثبت التهرب تتم مكافأة المبلغين بنسبة 2.5% من قيمة المبالغ المحصلة، بما لا يتجاوز 1,000,000 ريال ولا يقل عن 1000 ريال. خبراء اقتصاديون يرون أن الخطوة تساهم في كفاءة العمل والحد من عمليات التهرب،
ودفع أصحاب الشركات إلى عدم التفكير في التهرب الضريبي خشية التبليغ عنهم في المستقبل، فيما تساهم حاليا في تحصيل المليارات لخزينة المملكة. وقال فضل بن سعد البوعيني الخبير الاقتصادي إن حداثة المنظومة الضريبية وتطبيقها في السعودية يتسبب في تحديات متنوعة يتم التعامل معها لمعالجتها من جهة، ورفع الثقافة الضريبية في المجتمع من جهة أخرى. وأوضح البوعيني في حديثه لسبوتنيك أنه لا يقتصر التهرب الضريبي على دولة واحدة، فهو ينتشر في معظم دول العالم، مشيرا إلى أن مواجهته تتطلب سن قوانين وتقديم المحفزات لكشفه. وذكر أن للتهرب الضريبي آثار عدة، حيث يؤثر سلبا على المالية العامة وعلى الالتزام الضريبي. ويرى البوعيني أنه من المهم إيجاد محفزات للمبلغين عن التهرب الضريبي بما يسهم في كشف المهربين من أجل حملهم على دفع الضريبة المستحقة وتوريدها للخزينة العامة. بينما ينتقد البعض المحفزات التي تقدم للمبلغين، يشير البوعيني إلى أن هذه المحفزات تعد فلسفة مطبقة في قطاعات مختلفة وليس الضرائب فحسب، وأنها أثبتت جدواها. فيما يقول عبد الله الربيدي الخبير الاقتصادي السعودي إن الخطوة تهدف لزيادة كفاءة الإيرادات الضريبية ومنع أي محاولات للممارسات غير العادلة. رفع إيرادات الدولة والحكومة والمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية، حيث يضيف الربيدي في حديثه لسبوتنيك أن كل هذه الأهداف تتحقق من خلال الميزانية التي تساهم فيها الإيرادات الضريبية. وحول الأرقام التقديرية المحتملة من التحصيل الضريبي، يشير الربيدي إلى أن أرقام الضريبة مرتفعة، وربما أن توقعات الحكومة كانت أقل من الواقع، وأن استخدام التقنية ساهمت في الحد من التهرب الضريبي، وأن نسبة التهرب الضريبي في المملكة هي الأقل، حيث تقتصر الضريبة في المملكة على 15% هي القيمة المضافة. وحملت زيادة عدد البلاغات إشارة مهمة يفسرها الخبير الاقتصادي نايل فالح الجوابرة بأنها جاءت لوجود المكافأة، وبعض الاشتراطات يجب أن تتوفر حتى يحصل الشخص على المكافأة. وحسب الجوابرة لا تمنح المكافأة للأشخاص الذين يحصلون الضرائب من الشركات، وألا يكون من أقارب محصلي الضرائب. وتتضمن البلاغات عمليات تهرب كلي وجزئي من الضرائب تساهم بشكل كبير في توفير المليارات لخزينة السعودية حسب الجوابرة. أعلن المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في قطاع غزة عدنان أبو حسنة أن الوكالة ستتوجه للإمارات والسعودية ودول خليجية للمساعدة في سد العجز المالي الذي تواجهه. وقال أبو حسنة لإيرام نيوز إن المنظمة تواجه عجزا ماليا يبلغ نحو 200 مليون دولار يعيقها عن تقديم الخدمات ل10 ملايين لاجئ فلسطيني، كما أنه يعيق صرف رواتب موظفيها، مضيفا أن المفوض العام للوكالة يزور السعودية في الوقت الحالي، وسيزور الإمارات وعددا من الدول الخليجية لمناقشة كافة الملفات التي تتعلق بالوكالة وأزمتها المالية. وأوضح أبو حسنة أن الإمارات من أهم الدول التي تدعم ميزانية أونروا تاريخيا، ودائما العلاقات بين الإمارات وأونروا علاقة شراكة، والعام الماضي قدمت لنا 50 مليون دولار لسد العجز، معربا عن أمله في إمكانية سد العجز المالي الذي تعاني منه المنظمة الدولية، بما يضمن لها الاستقرار في برامج خدمة اللاجئين الفلسطينيين. الجدير ذكره أن أونروا أعلنت في أكثر من مناسبة عدم توفر رواتب للموظفين عن شهر تشرين الأول أكتوبر الجاري وتشرين الثاني نوفمبر المقبل، وذلك بسبب العجز المالي نتيجة لعدم إيفاء عدد من الدول بالتزاماتها السنوية تجاه المنظمة الدولية. وتخدم أونروا عددا كبيرا من اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة ومخيمات الشتات الفلسطيني بالأردن وسوريا ولبنان. وتأسست الأونروا نتيجة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين عام 1948 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين وإيجاد فرص العمل لهم. وتحصل الوكالة على الدعم المالي عبر التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتشمل خدمات الوكالة التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والقروض الصغيرة